السلام عليكم اخواتي الكريمات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اخواتي الكريمات، قبل ما نبداو الفيديو بداو بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله. غادي نبداو في المقادير اللي هي اخواتي الكريمات. اولا غادي نحضر معكم التتبيله ديال الحوت اللي ضروري خاصني نرقدو هو الاول. عاد غادي ندير التحليه، ومن بعد غادي ندير المرافقه ديال الحوت اللي هي الروز بالفلفله بواحد الطريقه اللي غادي تعجبكم. نتمنى كملوا الفيديو حتى الاخير. غادي نبداو على بركه الله. هنا عندي الربيع، كزبر ومعدنوس، واحد الكميه منه على حسب الحوت اللي الكميه ديال الكميه اللي عندكم. هنا حكيت واحد الثومه متوسطه الحجم، وغادي نقرد الكل مزيان. هنا جبت سلافه غادي نحط فيها الربيع كامل مع داك الثومه اللي قطعتهم مزيان. وغادي نبداو نضيفو في التوابل اللي غادي نحتاجو شويه ديال الملح، ابزار اي فلفل اسود، راس معلقه صغير يكون عامر. هنا القزبر حبوب مطحونه البنات، راه ما بقاش عندي بزاف، الا كان عندكم ديروا معلقه صغيره عامره. هنا استعملت تحميره حلوه اي فلفل احمر حلو حتى هو واحد المعلقه صغيره. بالنسبه للقزبر حبوب البنات راه تيجي رائع في الحوت. هنا غادي نضيف الملون اولا الخرقوم اللي متوفر عندك. غادي نضيف شويه ديال الكمون، تقريبا راس معلقه صغير تكون عامه. بالنسبه للمقادير تيبقاو لكم على حساب الكميه اللي عندكم. غادي نحتاج الخل معلقه صغيره، وغادي نحتاج عصير ديال حامضه، غادي نضيف زيت الزيتون معلقه كبيره تكون عامره، وغادي نضيف شويه ديال الهريسه تتبقى اختياريه، وعلى حسب الا بغيتي اكثر زيدي اكثر. يعني ضفت هذه الكميه. صافي اخواتي الكريمات، غادي ناخذ المعلقه الصغيره وغادي نحرك التوابل مزيان ونضغط عليها في نفس الوقت. الا كان عندك المهرز العادي فدقيها فيه باش تعطينا التوابل النكهه ديالها ونسجموا مع بعضياتهم. هاد الطريقه باش يجيكم الحوت لذيذ وبنين. ضروري ان هاد الدقيقه يعني تاخديها من وقتك، ديري 2 دقائق وانتي دعك ولا تمعكي في داك الربيع والتوابل مزيان. غادي نخليها واحد 10 دقائق جانبا قبل ما ندير الحوت. من بعد ما فاتت 10 دقائق الاخوات، جبت هنايا الحوت ديال بواجو. الا كنتو غادي تدخلوه الفران فخليوه بالراس ديالو، الا كنتو غادي تقليوه فزولوا ليه الراس. تيبقى اختياري لكم وتتبقى على حسب يعني الاختيار ديالكم. هنا الحوت رانا درت ليه يعني شقيته 3 شقات من الجوانب بجوج باش ندخل فيه التتبيله. صافي وغادي نعمرو بالتتبيله ديال الربيع مزيان. غادي نكمل الحوت كامل بالتعمار، وضروري تخليوه تاني على الاقل واحد نصف ساعه يتشرب هاد التتبيله مزيان. عاد تنمروا المرحله الاخرى. صافي الاخوات الكريمات، كملت الحوت اللي عندي غادي نخليه جانبا، ومن بعد غادي نرجع معكم نوريكم اش غادي ندير ليه. صافي هنايا من بعد ما مرات تقريبا الوقت، هنايا جبت الفينو اي السميد الناعم اللي غادي نمرمد فيه هاد الحوت. الا كنتي غتدخليه الفران فديري واحد اللاطه وفرشي ليها الورق وست فيه الحوت ودخليه الفران يطيب. وما تخليوش ينشف بزاف البنات باش ما يجيكمش ناشف.
او لا قليل على حسب الرغبه ديالك. وهنا غادي نمروا اخواتي الكريمات من بعد ما نطيب انا الحوت، غادي نمروا هنا للتحليه اللي غادي نشارك معكم واحد التحليه تاني. غادي نحتاج للسكر حبيبات اي السنيده، تيبقى لكم على حسب الذوق ديالكم. هنا استعملت 3 المعالق كبار ديال السنيده اي سكر حبيبات. غادي نستعمل مايزينا اخواتي الكريمات. صافي الاخوات، غادي نضيف هنايا نشا الذره او مايزينا. هنا ضفت واحد 2 معالق منها. وغادي نحتاج واحد فلون ديال الفاني. تعطي واحد المذاق رائع. غادي نبدا نضيف في الحليب مع التحريك. غادي نكمل كميه ديال الحليب كامله نصف لتر. بالنسبه الا كانت العائله كبيره فضاعفوا الكميه. صافي اخواتي الكريمات، من بعد ما غادي نحرك مزيان غادي نديرها فوق النار حتى تختار ونرجع معكم. صافي اخواتي الكريمات، هذا هو القوام ديالها. غادي نفرقها في الكؤوس. الا كانوا الكؤوس كبار غادي تعطيك 3، كانوا صغار غادي تعطيك اكثر من 3. بالنسبه للتزيين ديالها غادي ندير تزيين اللي جد بسيط وفي المتناول الجميع على حساب الفواكه اللي متوفره عندك في المنزل. غادي ندير غير الفريز والبنان، وغادي نضيف لهم شويه ديال السنيده باش يعطيونا السيرو ديالو، ونفرقوا في الكؤوس. هذا هو الشكل النهائي ديالها. اما المرافقه، بالنسبه للمرافقه ديال الروز والفلفله غادي نحتاج هنا 2 فلفلات كبارات قطعتهم مربعات صغيره. غادي نضيف لهم 3 المعالق كبار ديال الزيت نباتيه. وغادي نضيف لهم بنه ديال دانتي ديال الدجاج، عقلوا البنات ديال الدجاج. غادي نضيف 3 الارباع منها. وبالنسبه للروز رانا سلقته بالملحه والابزار حتى تسلق وخليته جانبا. عاد بديت نطيب في الفلفله اللي غادي ضفت ليها زيت نباتي و3 الارباع ديال دانتي ديال الدجاج. صافي غادي نضيفهم على الفلفله، وغادي نديرها على نار تكون مهيله، ونغطيها بشي غطاء باش ما تحرقش لينا، بغيناها حنا الطيب. وبالنسبه للغطاء من يكون فيه الماء تنفرغوه فيها باش طيب لينا داك الفلفله، ما غاديش نضيفو اي ماء. هانتوما اخواتي الكريمات، هنا راها طابت الفلفله. مره كنت نحركها حتى طابت مزيان. عاد غادي نضيف ليها داك الروز اللي كنت سالقه من قبل، وغادي نحركها شي 2 دقائق 3 دقائق حتى تنسجم الفلفله مع الروز.
وغادي تقدميها بالطريقة اللي بغيتي. انا درت ليها تقديم اللي جد بسيط اللي غادي تشوفوه في اخر الفيديو. هاد المرافقة ديال الروز والفلفلة البنات تتجي رائعة في البنة، غير جربوها راكم شفتوها ساهلة ما فيهاش توابل بزاف، غير ضامتي ديال الدجاج والزيت والفلفلة. بالنسبة للفلفلة حاليا متوفرة غير الفلفلة الخضراء، راكم عارفين الفلفلة ديال الالوان السعر ديالها والثمن ديالها راه غالي، يعني ما يمكنش لك غادي تشريها بحرة باش ديريها. الا كانت متوفرة عندك فاستعمليها. صافي اخواتي الكريمات، غادي نوريكم اخر الاطباق كيفاش غادي نقدمهم. قدمت هنا الرز مع الحوت وكندير الفريت ديال الفران، وراكم عارفين الحريره اتاي. ما تنسونيش في الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ولايك.